تصريح خطير يهز الشارع الرياضي ويكشف كواليس صادمة لما حدث للمنتخب الجزائري في المباراة المصيرية. الحكم السنغالي يخرج أخيراً عن صمته ويفجر مفاجأة لم يكن أحد يتوقعها. اعترافات ثقيلة وضغوط خفية وأسرار من داخل غرفة الفار، كل هذا يضع علامات استفهام كبرى حول إقصاء الجزائر. فهل كان مجرد سوء تحكيم أم أن ما حدث أكبر من ذلك بكثير؟ قبل أن نبدأ، إذا كنت ترى أن المنتخب الجزائري تعرض لظلم واضح، لا تنسى دعم الفيديو وترك تعليقك. العدالة للجزائر، لأن ما ستسمعه الآن ليس تحليلاً بل شهادة من قلب الحدث. بعد أيام من الغضب الشعبي والجدل الواسع، ظهر الحكم السنغالي أمام الكاميرات بوجه شاحب وصوت مكسور. لم يدخل بثقة الحكام المعتادة، بل بدا كمن يحمل فوق كتفيه عبء مباراة كاملة. المذيع بدأ بسؤال بسيط، لكنه كان كفيلاً بتفجير كل شيء: هل ظلمت الجزائر؟ صمت طويل خيم على الاستوديو، ثم قال الحكم بصوت منخفض: جئت اليوم لأتكلم، ليس لأنني قوي، بل لأنني لم أعد قادراً على النوم. هنا تغيرت الأجواء تماماً، وأضاف: أنا لا أطلب تبريراً ولا شفقة، أطلب فقط فرصة واحدة لأقول الحقيقة كما هي. نعم، كانت هناك أخطاء تحكيمية كبيرة، وبعضها كان قادراً على تغيير مجرى المباراة بالكامل. ثم انحنى قليلاً نحو الكاميرا وكأنه يخاطب الشعب الجزائري مباشرة، وقال للجزائريين: أنا آسف، أعلم أن كلمة آسف لا تعيد مباراة ولا تداوي القار، لكني أقسم أنني لم أتعمد إهانة الجزائر. المذيع قاطعه مباشرة وسأله السؤال الذي ينتظره الملايين: إذا لم تتعمد، فلماذا لم تتدخل تقنية الفار؟ ولماذا مرت لقطات خطيرة دون أي مراجعة؟ هنا أخذ الحكم نفساً عميقاً وقال الجملة التي فجرت مواقع التواصل: ما حدث قبل المباراة، وما حدث داخل غرفة الفار، وما حدث بعد اللقطة الأولى لم يكن طبيعياً. ثم بدأ الاعتراف الأخطر حين قال: قبل المباراة بساعات تم استدعائي لاجتماع قصير، لم يكن اجتماعاً تقنياً عن إدارة اللقاء، بل كان حديثاً بارداً يشبه التحذير. وعندما سئل من الذي استدعاه، رفض ذكر الأسماء، لكنه أكد أن مسؤولاً داخل المنظومة قال له حرفياً: أي قرار يخلق مشكلة كبيرة سينهي مسيرتك التحكيمية. تهديد مباشر دون تلميح. ثم أضاف: قالوا لي دع المباراة تمشي ولا تعقد الأمور. الحكم اعترف أنه كان يجب أن يكون أقوى، لكنه عندما تكون في بطولة كبيرة وتسمع أن اسمك قد يمحى من القائمة للأبد، يبدأ عقلك بالحسابات. هذا الضغط أثر على تردده وعلى جرأته وعلى لحظة اتخاذ القرار. وأوضح أن الحكم أحياناً لا يخطئ لأنه لا يعرف القانون، بل لأنه يخاف مما بعد القانون. ثم جاءت اللحظة الأخطر عندما تم عرض لقطة اليد داخل منطقة الجزاء، اللقطة التي أشعلت كل شيء. الحكم نظر إلى الشاشة ثم أدار وجهه وقال: هنا كانت الكارثة الأولى. رأيت تماساً واضحاً، وكنت بين خيارين: إما إيقاف اللعب فوراً أو انتظار الفار. انتظرت بعيني، لكن لم يأتي أي نداء. وبعد المباراة سألت حكم الفار: لماذا لم تستدعني؟ فكان الرد حرفياً: مشي اللعب. المذيع صرخ: يعني الفار كان قادراً على التدخل؟ الحكم رد: نعم، وفق البروتوكول كان يجب مراجعتها على الأقل، حتى لو لم تحتسب ركلة جزاء. لكن الصمت كان قراراً.
واعترف أنه لم يفرض سلطته وترك نفسه أسير الإيقاع. ثم تحدث عن اللقطة الثانية، التدخل العنيف على حاج موسى، وقال: كانت كارثة أخرى، تدخل من الخلف بقوة وتهور، وكان يستحق إنذاراً على الأقل، وربما الطرد، حسب زاوية الدخول وخطورة الإصابة، لكنه في لحظة التوتر لم يوقف اللعب بالشكل الصحيح، ولم يحمي اللاعب كما يجب. وعندما سئل لماذا كانت البطاقات أكثر على الجزائر، قال: هذه الحقيقة المرة، عندما يفقد الحكم السيطرة مبكراً، يبدأ باستخدام البطاقات كأداة تهديد لا كأداة عدل. واعترف أن احتكاكات كثيرة من نيجيريا مرت دون عقاب، لأنه كان يخشى أن أي قرار قوي سيشعر الفوضى، خاصة بعدما سمعه قبل المباراة. وهنا قال جملة مؤلمة: في تلك اللحظة يتحول الحكم من رجل قانون إلى رجل إدارة أزمة. وفي النهاية وجه رسالة مباشرة للجزائريين وقال: سامحوني، أعلم أن الجمهور شعر بالإهانة، وأن لاعبين مثل رياض محرز فقدوا أعصابهم. صدقوني، أنا اليوم أدفع ثمن هذا الدرس بالطريقة الأقصى. ثم أعلن أنه سيرسل تقريراً رسمياً بكل ما حدث، من اجتماع ما قبل المباراة إلى الضغوط، إلى غياب التواصل مع غرفة الفار، وسيطلب حماية رسمية، لأن أي حكم يتكلم قد يحطم. وختم باعتراف صادم: نعم، تلقيت تهديداً بإنهاء مسيرتي إذا تسببت في مشاكل، وإذا كانت العدالة ثمنها مسيرتي فلتذهب مسيرتي، لأن الحكم الذي يخاف أكثر مما يعدل ليس حكماً. ثم قال في آخر جملة: سامحوني، وإن لم تسامحوني فأنتم على حق.